اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده هعمل لكم المكرونه البشاميل. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي، بس الوصفه دي معموله مخصوص لعرايسنا الجداد اللي هم سنه اولى جواز، وكمان لبنوتاتنا الحلوين اللي لسه بيتعلموا الطبخ. هعملها بقى جوسي وجميلة كده، وكمان هعملها من غير مواعين. بس قبل ما ابدأ الوصفة يا ريت بقى لايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. معانا حلة على النار فيها مية مغلية، بحط فيها شوية ملح، ومعايا مكرونة قلم هحطها تتسلق. بس انا مش هسلقها سلق كامل، يعني مش هخليها ان هي تستوي قوي، علشان انا هكمل سواها في الفرن. هقلبها كده وهسيبها بقى لحد ما تستوي. بعد ما استوت بالشكل اللي انت شايفينه دوت اللي انا هوريه لكم كده اهو، انا عايزاها السوا ده تمام. هبدأ بقى اصفيها وهرجع في نفس الحلة اللي انا عملت فيها المكرونة. هبدأ اعمل البشاميل. معايا مكعب زبدة وشوية زيت. تسيح الزبدة كده، هبدأ بقى احط 5 معالق دقيق. تمام. كمية البشاميل دي بترجع لكمية المكرونة اللي انت هتعمليها. هتعملي صينية كبيرة او صينية صغيرة، هتعملي صينيتين حسب الكمية اللي انت عايزاها. في الوقت ده لو انت مثلا عملت البشاميل والكمية مقضتش، بتعملي ايه؟ مش بتحطي بقى دقيق على البشاميل، لا، بتروحي عاملة تحطي زبدة وتحمري الدقيق. وفي الوقت ده بقى ممكن ان انت تشربيها بشوربة، مش لازم اللبن. وبعدين تروح حاطه الكميه ديت وتروح حطها على البشاميل اللي هو موجود، تخلطيه مع بعض. دلوقتي انا حطيت الدقيق وقلبته. انا عايزه لون الدقيق يبقى غامق، ما يبقاش فاتح بالشكل. وعايزه كمان يا جماعه لما تيجوا تعملوا البشاميل ما تخلوش ان يبقى الدقيق يعني مكلكع كده مع السمنه. لازم السمنه تبقى اكتر من الدقيق. لازم السمنه تبقى فوق الوش كده، طفي على فوق الوش كده علشان تديكي قوام كريمي. دلوقتي انا بعد ما حمرت الدقيق واستوى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، هبتدي اجيب كيلو لبن. بس اللبن ده يكون سخن تمام، علشان يطلع لك البشاميل كريمي وما يكلكعش معاكي وانت بتحطي اللبن زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا حطيت اللبن اهو، هضربه بقى بالمضرب على طول كده، بس هو مش هيكلكع، يعني انتوا زي ما انتوا شايفينه كده، انتوا ما كلكعش معايا خالص. في الوقت ده لو انا البشاميل اللي معايا تقيل وانا عايزه اخففه، بجيب بقى شوربه مرقه. يكون عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه، ببتدي ازودها بيها، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. هبدأ بقى اقلب علشان يديني القوام الكريمي. دلوقتي انا لسه حاطه اللبن، هبتدي بقى ان انا احط الشوربه علشان البشاميل اللي طلع معايا تقيل. هبتدي احط شوربه زي ما البشاميل ياخد، عشان انا عايزه البشاميل ما يبقاش تقيل ولا خفيف. تمام. هبتدي بس اسيبها تبقبق كده مع بعضها، وبعد ما تبقبق كده ده القوام اللي انا عايزاه. هبتدي بقى احط التوابل اللي انا بحطها على البشاميل. هحط ملح، هحط ملح وفلفل اسود ومكعب مرق الدجاج زي ما انتوا عايزينه، اذا كنتوا بتحبوه ولا مش بتحبوه براحتكم. وشويه قرفه. القرفه دي مع البشاميل بتدي تست حلو قوي، بتدي طعم حلو قوي، ما بتبانش في البشاميل لكن بتدي طعم حلو وريحه حلوه للبشاميل. زي ما انتوا شايفين انا حطيت القرفه. هسيبها اقلب التوابل كلها مع بعضها. هسيبها بس تبقبق شويه كده علشان اضمن ان التوابل
اختلطت مع البشاميل والبشاميل بقى تمام. دلوقتي انا كده البشاميل خلص معايا، بقبق معايا اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا بقى افضيه في بولة، وهغسل الحلة اللي انا عملت فيها البشاميل دي، هغسلها وهبتدي اعمل فيها اللحمة المتعصجة. بس قبل ما احطه في بولة، عشان انا نسيت، هجيب معلقة قشطة اللي هي بتاعت قشطة معلبة بقى او قشطة من وش اللبن. هبتدي ان انا اخلطها مع البشاميل، ما اقولكوش بيديها طعم مرمل كده وجميل. دلوقتي انا هعصج اللحمة. معايا نص كيلو لحمة، بس اللحمة اللي معايا دي فيها دهون، فبالتالي انا مش هحط اي دهون. هسيبها بقى لحد ما تنزل ميتها وتنزل الدهون اللي فيها وتغمق معايا، تديني اللون البني زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي بتخلي اللحمة تبقى مفلفلة كده وحلوة، مش مثلا معجنة او فيها اي حاجة. وانا بحب احط اللحمة الاول وبعد كده احط البصل، عشان البصل ما يبقاش مهري جوه اللحمة كده ومبقاش طعمه مش لذيذ. زي ما انتوا شايفين اللحمة كده طلعت ميتها، طلعت مية كتير اهي ونزلت دهونها. هسيبها لحد ما الدهون، ما المية دي تنشف. زي ما انتوا شايفين المية خلاص نشفت. هبتدي بقى في الوقت دوت احط التوابل. هحط التوابل ايه بقى اللي انا هحطها؟ هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود و7 بهارات. هي دي التوابل اللي هحطها، مش هحط اكتر من كده. بتدي طعم حلو اوي، جربوها. حطيت الفلفل الاسود اهو، حطيت الملح، ودلوقتي بحط ال7 بهارات اللي هي البهارات ال7 دي، او بهارات لحمه لو ما عندكوش بهارات 7. هقلبها. هبتدي بقى في اللحظه ديت هيكون معايا بصل انا مقطعاه، مش بشراه، انا مقطعاه. ومعايا برضو طماطم متقطعه زي ما انتوا شايفين. هبدا احط البصل والطماطم. الطماطم مع اللحمه في المكرونه البشاميل ما اقولكوش طعمها عامل ازاي، حكايه. هسيب بقى هقلبهم، وهسيب بقى البصل والطماطم لحد ايه ما يستووا معايا كده ويطروا معايا. وبقى في الوقت دوت هطفي على اللحمه زي ما انتوا شايفين. انا قلبتها اهي تمام، بقت تمام اهي. يعني الطماطم حتى يعني اتسبكت شويه، ما تبقاش نيه. هبتدي في الوقت ده ان انا هاخد جزء من اللحمه اللي انا عصقتها دي، وهسيب جزء في الحله زي ما انتوا شايفين. هتقولي لي هتعملي ايه؟ هقول لكم. هيكون معايا مكرونه اللي انا سلقتها، بس برضو هاخد جزء منها هقلبها مع اللحمه اللي انا عصقتها. بس انا طافيه النار، انا مش مشغله النار. وكمان هيكون معايا برضو جزء من البشاميل، كبشتين 3 كده من البشاميل، هحطهم برضو فوق المكرونه واللحمه وهقلبهم. الجزء دوت اللي انا بحطه في الاول بيدي بقى طعم للمكرونه. مكرونه مع اللحمه مع البشاميل بتدي طعم حلو قوي. بيبقى الجزء اللي تحت بيبقى مليان لحم، فيه لحمه وفيه بشاميل، والجزء اللي فوق برضو اللي انا بحط فيه في النص بيبقى برضو فيه لحمه، بيبقى حلو قوي. دلوقتي معايا طبق بايركس، صينيه بايركس اسفه. هحط فيها جزء من البشاميل في القاع عشان ما يلزقش. هو مش هيلزق عامه يعني، بس للضمان وبيدي طعم حلو برضو. هبتدي احط المكرونه اللي انا عملتها اللي هي اللحمه والمكرونه والبشاميل، هحطها في الجزء دوت اللي في القاع دوت، وهفردها، احطها كلها وافردها
زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا اخد جزء من البشاميل هحطه فوق الجزء ده اللي انا حطيته. هبتدي بقى ان انا اجيب في الوقت ده، هجيب اللحمه اللي انا خدت جزء منها اللي انا كنت شايلاه، هبتدي ان انا احطه من فوق كده. شايفين الجمال ولا الا طعمها بقى؟ يا ريت تجربوها. دلوقتي انا وزعت اللحمه كلها اهي في النص. هبتدي بقى ان انا اجيب الجزء اللي انا شايلاه بتاع المكرونه، الجزء التاني هبتدي احطه فوق اللحمه. زي ما انتوا شايفين خلاص انا حطيت المكرونه. هبتدي بقى هحط البشاميل، هوزع البشاميل كله على المكرونه. ما اقولكوش بقى بتبقى جميله. بس قبل ما احطها الفرن كان معايا قشطه حيشاها من وش اللبن كده، حطيتها فوق. القشطه دي بتعمل ايه بقى؟ بتخلي الوش المكرونه احمر وجميل قوي، عشان انا ولادي مش بيحبوا الجبنه الموتزاريلا. هبتدي ان انا احطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه في الرف الوسطاني، تاخد ربع ساعه سوا، وبعد كده اشغل الشوايه واحمرها من فوق. دي بعد ما طلعت. شايفين جمالها؟ شايفين شكلها جوسي وجميله، طعم حكايه، والريحه اجمل واجمل. يا ريت بقى يكون الوصفه عجبتكم وتنول رضاكم، ويا ريت تجربوها. كان